رئيس المنظمات الإسلامية في أوروبا يقول: لم نرى إقبالا على الإسلام كما نراه بعد أحداث غزة. يقول: كنا يسلم في اليوم ممكن 80، بعد أحداث غزة في الدولة الواحدة يسلم 400 شخص. يقول: والعجيب العجيب إن هؤلاء الذين يسلموا من الشباب والفتيات، وأكثرهم من الفتيات. فكنا نستغرب، حتى يقول ما أحصيناه الآن في دولة واحدة مثل فرنسا من أسلم الآن من أحداث غزة إلى اليوم هذا أكثر من 20,000 من الشباب والفتيات. يقول: سبحان الله، حتى إحنا ما نقبل نكتب شهادة للي دون 18 إلا بحضور والديه. يقول: الذي استغربنا فيه إن بعض الشباب يعلم هذا يأتي ومعه والديه، ووالديه يوقعون ويشهدون على أن ابنهم أو بنتهم أصبحوا مسلمين. يقول: بدينا نسأل لماذا أقبلتم على الإسلام؟ قالوا: أحداث غزة، رأينا أناس، رأينا الله في غزة، رأينا في إله في غزة هؤلاء يعبدونه حق العبادة، رأينا الإطمئنان، رأينا الحمد، رأينا الشكر، رأينا المصابرة. يقتل أناس وتدمر بيوتهم وتذهب أموالهم وهم في اطمئنان عجيب. فبدأنا نسأل أي دين يعتنقون؟ قالوا: الإسلام. فأمسكنا بالقرآن، فأصبح علمنا كل الحكاية لماذا هؤلاء صبروا، فأحببنا الإله الذي أنزل هذا القرآن. تقول أحد الفتيات عمرها 18 سنة: ليش أسلمتي؟ تقول: لما شفت صبر أهل غزة والأطفال وهم يعني دائما في اطمئنان، والأمة اللي يموت لها 5 وتقول الحمد لله راحوا إلى الجنة، قلت لازم أعرف أي دين وراء هؤلاء. فبدأت أبحث. تقول: سبحان الله، أول ما أمسكت في القرآن أريد أن أبحث، أول ما قرأت في تفسير القرآن بكيت، فعلمت أن هذا هو الإله الحق. أيها الأحبة، والله الله له حكمة من كل ما يحدث، له حكمة من كل ما يحدث. قد نراه شر وهو خير محض. اليوم الفرصة بيننا كبيرة، وخاصة نتكلم على الدعاء، فرصة عظيمة جدا جدا. هناك إقبال عظيم جدا 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 على الإسلام. فالله أول شيء نستبشر ونحمد الله سبحانه وتعالى بهذه الأخبار، ونعد العدة لنكون سببا بإذن الله لأن يصل الإسلام في كل بيت. الله يكرمكم ويبارك فيكم ويصلح نياتنا ونياتكم، ويا رب يا رب التوفيق حليفكم، والعالم ينتظركم. ليس ينتظر فقط شاب، ينتظر حتى الفتيات. يا بنت الإسلام كوني سفيرة لإسلامك هذه الأيام، يا ابن الإسلام كون سفير لإسلامك هذه الأيام. من عنده محتوى إعلامي، من كان مشهورا، من هذه والله فرصتكم. اليوم فرصة لا تترك أبدا، لا تترك أبدا. فوالله لعلك تقبل على الله سبحانه وتعالى وتكون قد وصلت إلى خلود الجنان بسبب هذه الأيام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.